المحفظة. كلنا معرضين للموقف ده واحنا مسافرين، بس المهم هتعمل ايه، والاهم رد فعل الناس ايه. معاه فلوس خالص. عايز يفطر يشرب معاكش تخش اشرب. لو مش معاه فلوس هتديها له. صاحب الشغل مبلغكم ان اي حد يجي مش معاه فلوس وعايز يفطر ممكن يفطر ببلاش، ويفطر اي حاجة ولا حاجة معينة هو اللي عايزه. انا قلت بقى عشان ببلاش فنفطر اي كلام. راجل متوسط حبتين. عامل ايه؟ عايز اشرب شاي. اشرب شاي. بس مش معاه فلوس. اشرب شاي من غير ما يكون معاك فلوس. اكيد. اكيد. احنا جبنا شاي بس مش عارف هدفع ولا مش هدفع، هنشوف في الاخر. ولكن اكتشفت ان الكاميرا بتسبب قلق شويه للناس، فالناس تحسها مش طبيعيه قدام الكاميرا، فهنحاول ان احنا نصور بالموبايل بقى الحاجات دي. خلصنا الشاي، هنقوم نمشي بقى نشوف رد الفعل ايه. شكرا يا شيخ على الشاي. تسلم بجد. بس هتدفعني ولا هتدفعني؟ كم عايز تحاسب؟ بس لو حد مش معاه هتدفعه؟ يعني لو حد مش معاه يجي يشرب. احنا هنا معاكش خش اشرب. انت معاك فلوس هتقعد وهتشرب، ما معاكش طب مين اللي برضه هيدفع هتقعد الكلام وهتشرب. ده؟ انت ولا صاحب المحل ولا انا ولا صاحب المحل. هي كده على الله. يا جماعه انا حرفيا ما دفعتش، انا مشيت وقال لي خلاص ومشيت وكل حاجه، وبعد كده رجعت له تاني لانه فعلا ما كانش عايزني احاسب. ولكن المشكله الاكبر اللي ممكن تواجهنا هي هتقعد فين؟ هل في حد هيرضى يقعدك ببلاش؟ ممكن حد ياكلك ببلاش، ممكن حد يديك شاي ببلاش، يشربك حاجه ببلاش، بس هتعرف تلاقي مكان تقعد فيه ببلاش؟ هنشوف. تعال بقى ندور لو في اي opportunity ان انت تفولنتير في المكان وتصور وتاخد فري accommodation او انت تقعد في مكان ببلاش. حاليا دلوقتي انت ممكن تسأل احنا فين. انا في هوستل دلوقتي. هنسألهم لو في فرصة ان احنا نفولنتير ونقضي شهر هنا ببلاش، مقابل ان احنا نصور لهم. فلحد ما الريسبشن يجي اخدت شاور وظبطت نفسي وغيرت اللبس وهننقل الحاجات من على الكاميرا على اللاب ونشحن الحاجات اللي معانا ونتحرك مرة تانية. اول حاجه تشوفها في الموضوع ده هي الهوستلز هم اكتر ناس دايما بتعمل الحاجه دي. حد بيتطوع مقابل حاجه، يقدم حاجه ويدوه فري اكوموديشن واكل وممكن رحلات. فاحنا دلوقتي غيرنا، دخلت الهوستل، مستني الريسبشن يجي، فعقبال ما يجي ونكلمه ونشوف هناخد رأيه في حاجة متاحة زي كده ولا لأ. غيرت لبسي واستحميت وننزل ناخد جولة كده نشوف الناس، بعد كده نرجع له تاني او نشوف اماكن تانية وبعد كده نرجع. المواصلات كمان مهمة. هل لو طلبنا من حد ان هو يوصلنا مكان ببلاش هيوافق ولا لا؟ تعال نشوف. Hey. Yeah, sorry. I was asking for a free ride to outside. Sorry. No. Yeah, sorry. كنا نطلب بقى نجرب ان احنا ممكن ناخد مواصلة ببلاش ولا لا، لكن هو للأسف كان بيركن، فنجرب مع حد تاني. طلع بره تاخدني معاك. ايه؟ هنا بره بس مش معايا فلوس. ماشي شكرا. بقول لك ايه، انا عايز مزايا بس مش معايا فلوس. بلاش. تسلم يا غالي والله. خد، انا بهزر والله. لا يا باشا اطلع ب90. هو لو حد طلب منك حاجه ببلاش هتديها له؟ اه. ليه؟ بس انه ما معاش فلوس. لو مش معاه فلوس هتديها له؟ افرض ما معاش شيء. لله يعني. لو قال لك مش معايا فلوس. ربنا يخلف. ده مصري ولا الناس كلها؟ ده بالذات المصري او اي حد. وشكرا على المزايا. تحت امرك. تسلم شكرا. فاحنا هنعمل حاجة حلوة دلوقتي، احنا هنحاول نبدل المزايا دي بأي حاجة تانية أو ناخد مقابلها حاجة تانية. هنشوف. اركب فين؟ هنا مصر.
وبكده نكون اخدنا فري رايد بمزايا، ومش اي رايد يعني. نرجع بقى للهوستل ونشوف هل في افيلابيلتي ولا لا. هو انا كنت مكلمهم قبل ما اجي طبعا على الانستجرام، بتشوف الهوستلز او الهوتيلز على الانستجرام لو محتاجين حاجه، وبتبعت لهم قبل ما تيجي علشان ما تضيعش وقت على الفاضي. ممكن يقولك مش محتاجين فتبقى ضربت مشوار على الفاضي، فانت تسأل الاول. فانا سألت وهم كانوا بيقولوا ان هو في، بس لسه بيشوف. فجيت اشوف وهنشوف دلوقتي، هقابل الاونر او صاحب المكان او المدير او ايا كان، وهنشوف في افيلابيلتي ولا لا. اتكلمنا مع اصحاب المكان ان احنا نقعد ببلاش مقابل ان احنا مثلا نصور ونظبط لهم شغل في السوشيال ميديا، واكسبتد. وممكن نقعد الفترة اللي احنا عايزينها، وكمان سكن ببلاش، اكتيفيتيز ببلاش، مواصلات ببلاش، اكل ببلاش. محتاج ايه تاني؟ لما كنت بسمع حد ان هو بيسافر ببلاش، يعني انت بتضحك علينا، ببلاش ايه؟ في حاجة اسمها ببلاش. ولكن لما تخوض التجربة بنفسك بتعرف ايه الصح وايه الغلط. مش كل حاجة بتتقال صح، ولكن في حاجات كتير بتتقال صح. فلازم تجرب بنفسك وتاخد التجربة وتعرف ايه الصح والغلط. طيب لو ما لقيتش هل هتبات في الشارع؟ لا. في كاوش سيرفنج. لو تعرف كاوش سيرفنج ده اب او سايت تدخل عليه، وناس بتستضيف ناس جاست ان هم بيتعرفوا عليهم وهاف والكلام ده كله. فانا اوريدي اتواصلت مع حد وحجزت معاه، واتكلمت معاه ان انا هو ممكن يستقبلني كام يوم كده، ووافق وكل حاجه. فالبلان بتاعتنا ان احنا لو ما لقيناش مكان هنا هنلاقي مكان اوريدي لينا، وخلال اليومين دول او الكام يوم اللي هنقعدهم في الكاوش سيرفنج ممكن ان احنا نشوف هوستلز تانية. احنا النهارده جربنا حاجات كتير قوي، حاجات مجنونه، ولكن انتظروا الفيديوهات الجايه، هيبقى فيها حاجات مهمه قوي قوي. Don't forget to subscribe، وان انت تعمل لايك وتسبورت اللي احنا بنعمله ده عشان نعمل more فيديوز. فقول لنا رايك في الكومنتس، ولا ممكن نعمل ايه الفتره الجايه. I'll catch you next video.